هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو، طريق الحسكة. رجعنا لكم بعد الفاصل متابعينا. للجديد عم ينضم لنا أو عم يسمعنا، أنتم عم تسمعوا إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 من قامشلو من بوير اف ام. سلامنا لكم. برنامج صحتك بالدنيا، وضيف الحلقة هو الدكتور عاصم الخلف، أخصائي بأمراض المفاصل والعظام. موضوعنا هو مهم كتير، أظن بيخص كتير فئة كتير كبيرة من المجتمع، هي الفصال العظمي أو التهاب المفصل التنكسي. فئات كتيرة من الأعمار عم تصاب بهذه الحالة. عرفنا أنه شو هو الفصال العظمي أو التهاب المفصل التنكسي، وشو هي الأسباب اللي عم تؤدي لهذا المرض أو هالحالة هاي، والأعراض اللي عم تظهر على المريض. نوصل هلا وصلنا لعند سؤالنا. رح نسأل الدكتور، طيب كيف بتشخصوا المريض عندكم بالعيادة؟ شو هي الإجراءات والتدابير اللي عم تتخذوها لحتى تتأكدوا ويثبت معكم أنه هذا المفصل معه مفصل تنكسي، التهاب مفصل تنكسي، أو معه فصال عظمي؟ إنه عندما زيارة المريض لأي عيادة عظمية أو مفصلية يشكو من آلام الركب، بعد الفحص يتم إجراء صورة شعاعية بسيطة للركبة. إذا لا ثم بعد الصورة يتأكد أن هناك، والفحص يبين بأنه بوجود انقراص في المساحة المفصلية على الصورة الشعاعية البسيطة. مثلا المفصل الركبة يكون الفاصل الطبيعي أو المفصل من 6 إلى 8 ملم. مفصل الحوض مثلا من 4 إلى 5. عندما يتم تصوير هذا الإنسان أو حتى بالفحص يبين معنا أن هنالك انقراص، أي نقص المادة المفصلية، انقراص بالمفصل من 6 إلى 8، قد بالدرجة الأولى قد إلى من 3 إلى 4، في الدرجة الثانية من 1 إلى 2، والدرجة الثالثة هو درجة الاحتكاك العظم بالعظم. لا يوجد أي فاصل بين عظم الفخذ وعظم الساق، هكذا يبين على الصورة الشعاعية البسيطة. فيتم حسب درجة الانقراص. انقراص درجة الأولى لا يعني حتى العلاج الدرجة الأولى أحسن من وأسهل من الدرجة الثانية، والدرجة الثانية أسهل من الدرجة الثالثة. فبطبيعة الصورة الشعاعية والفحص يتشخص معنا مستوى أو درجة الانقراص الذي حدث في أي مفصل، سواء في العمود الفقري أو العظم الحرقي للحوض أو خاصة عظام الركب. تماما. دكتور، غير الصورة الشعاعية بتلجأوا أحيانا لتحاليل معينة، مثلا RF أو CRP؟ ربما هاي ما بتبين. وعندما هنالك أسباب، إذا كان السبب عرضي نتيجة طبيعة الشغل أو العمل أو الوزن الزائد، لا نلجأ لهذا التحاليل. أما إذا كان هنالك أسباب مثلا أسباب أكثر شيوعا، أمراض رثوية وروماتيزمية، هذيك اليوم لا شك نلجأ إلى التحاليل معينة. أما إذا كان فرض عرضي نتيجة طبيعة الشغل أو الاحتكاك عظم ليس السبب هو أمراض الرثوية الروماتيزمية، لا نلجأ إلى التحاليل، فقط إلى أشعة بسيطة، أو قد نلجأ ببعض الأحيان إلى الرنين المغناطيسي. الإنسان الذين يعانون من تمزق الغضروف، خاصة الإصابات الرياضية أو الوقوع أو السقوط الحر من سقف، فقد يحدث تمزق الغضروف في الركبة، فنلجأ فقط إلى الأشعة أو الرنين المغناطيسي. أما التحاليل إذا كان هنالك أسباب إضافية، الأمراض الرثوية الروماتيزمية، قد نلجأ إلى بعض التحاليل. أما في الحالات العادية فقط نكتفي بصورة شعاعية بسيطة، أو أحيانا حتى بدون صورة يمكن أن يشخص، فهو سهل التشخيص. تماما. إذن شخص المريض وبين حالته. دكتور، أكثر الأعمار أو اللي عم تزوركم بالعيادة مثلا أو بالمراكز اللي بتهتم بالمفاصل، شو هن الفئات العمرية؟ الفئات العمرية إذا كان هنالك تمزق غضروف قد يحدث في عمر 15 و20 و30 سنة، حوادث حوادث المطورات أو حوادث الدراجات النارية والدراجات العادية أو السقوط، هذا تمزق الغضروف. حتى اللاعبين دكتور، حتى اللاعبين خاصة على كرة القدم. أما أكثر الأعراض، هذه الأعراض الشيوعا، وأكثر الناس الذي يعانون من هذه المرض في السنوات بعد عمر 50 سنة نتيجة العمل والتعب والشغل والوزن. تماما. أكثر العمر بعد 50 سنة. أما أقل من 50 سنة فقد هنالك نتيجة إصابة رياضية أو إصابة حادثة حدث ما.
الأكثر عند الذكور ولا عند الإناث دكتور؟ يعني تقريبا بالتساوي ولا يوجد أي فرق. تماما بالتساوي. المضاعفات اللي عم تنشأ نتيجة هالحالة، إذا كانت حالة مهملة أو مثلا مريض نسي أو أهمل حاله وما تابع مرضه وما تابع يعني حالته أو ركز أو زار الدكتور مثلا، شو راح تنشأ بعد هالحالة هاي دكتور؟ إذا يعني قلنا إذا مثلا كان هنالك عدم الاهتمام فقد يحدث بالإهمال الزائد لهذا المرض يصل إلى درجة الانقراص الكامل. إلى درجة الانقراص الكامل، أي احتكاك عظم بالعظم. في المراحل الأخيرة لا بد من تغيير المفصل. أما في المراحل بداية المرض فسهل التشخيص وسهل العلاج. تماما. العلاج، وصلنا لآخر كلمة كانت عندكم بنقاشكم دكتور، هو العلاج. يا ترى العلاج هو دوائي أغلبية الأحيان، وإمتى بنلجأ إنه المريض أنت خلاص بحاجة إلى مفصل صناعي؟ بداية المرض إذا كان في الدرجة الأولى انقراص بسيط نلجأ إلى بعض الأدوية كالمرممات الذي يقوم بترميم المادة الغضروفية مما يتكون الغضروف. يتكون الغضروف من الهيالورونيك أسيد والكوندرويتين والميثيل سلفونيل، فهنالك مواد نعطي لهذا المريض أدوية يقوم بترميم الغضروف. وأحيانا حتى نلجأ إلى حقن بمادة الهيالورونيك أسيد في المفصل فيترمم، أو أحيانا في السنوات الثلاثة الأخيرة نلجأ إلى حقن مادة البلازما، أي سحب الدم من المريض وثم عزل البلازما وحقنه في المفصل حتى يتشكل مادة سيليكونية فاصلة بين عظم الفخذ وعظم الساق حتى لا يحدث الاحتكاك ويترمم الغضروف. وهذه الحالات نحقن ب3 حقنات في السنة وتعاد كل سنة، ممكن سنة ممكن 2 حسب مراحل المرض، ويتم الشفاء النهائي في المراحل الأولى. المرحلة الثانية كمان ممكن الاستفادة من هذه الأدوية. أما في المراحل الأخيرة احتكاك عظم بالعظم فلا بد من مفصل صناعي. تماما. هون بيكون وصلنا للمفصل الصناعي. طب قبل ما نوصل لمرحلة النصائح راح نشوف إذا في حدا عنده أي سؤال أو للي حابب يسأل الدكتور عاصم الخلف، أخصائي بأمراض المفاصل والعظام. طبعا معنا اتصال من برات البلد، راح ناخذ الاتصال. ألو، مساء الخير. مساء النور، تشاو إبراهيم. أهلا وسهلا سر شافا. فادي لوان. يا أهلا وسهلا، كرمك. بس مسلاك الميواني تابكم برسك مجي هاي. كرمك دكتور، مرحبا اشتري. أهلا وسهلا. كرمك برسا خبيش دكتور دنجي تاتكي كرمك. بس كابوكم هي زيدي 10 سنة تقريبا. عمري خبيش فادي طبيعة شغلي إخوة. عمري تقريبا 60 سنة. أكثر شغلين فوتبول، يعني فوتبول تاني أكثر شغلين فوتبول. تمام. كابوكم هي تقريبا دورة 10 سالي. از نکارم بشکیم، از دشکیم تقریبا زیادی 5 دقیقه از نکارم بشکیم آگرد، يعني شوط الكافيه لاشم قشد زيادتش وقص لازم بالطبي عادي، يعني شابي ساعات الطبي لازم عادي تشايتني او وقت بس او دقائق كابوكا خير روشتي بم او تشكيز بشكين از نكارم بشكين جزهر جواتكي يا ميفانداريكي ابشكي زيزني خراب، يعني نكارم نجي بشكين. تمام باش سر شافا باش. خوش. يا أهلا وسهلا. عم يشكي، بس طبعا الحالة كانت واضحة دكتور، عمره 39 سنة، هو رياضي وشكوى مبينة. يعني هذا على الأغلب يعاني من انقراص في الدرجة الأولى في الركبة. انقراص، هذا الانقراص لما يكون واقف عم يمشي عم يركض ما في أي مشكلة، بس يقعد بده يقوم يحتك العظم بالعظم مستحيل يقوم، أو إذا كان جالسا فلا بد من تمديد إجره لحركة أن يمدد، لأنه في انقراص يعاني من الانقراص. هذا الانقراص يجب أن يتشخص بالصورة الشعاعية البسيطة أو حتى نلجأ إلى الرنين. هل هنالك من فقط من تخريب المادة الغضروفية
أو من تمزق الغضروف الهلالي، فعلى بعض هذه إجراء هذه الصور فيتشخص ويتعالج. أكيد. إذا هو بحاجة إلى صورة شعاعية بسيطة أو رنين مغناطيسي. إذا لم نشخص بالصورة الشعاعية بسيطة نلجأ إلى الرنين المغناطيسي نتيجة انقراص درجة أولى ثانية أو نتيجة تمزق الغضروف، وعلى ضوء هذه تحديد السبب نعالج السبب. تماما. دكتور، بآخر أي حلقة طبعا عم نتبع دائما المثل الشعبي درهم وقاية خير من قنطار علاج. حابب نختم حلقتنا بمجموعة من النصائح من الدكتور عاصم الخلف اللي بخصوص اختصاصه وبخصوص موضوعنا لليوم، مجموعة من النصائح للمستمعين وللمتابعين تبعنا. بشكل عام يعني أنا نصائح قبل أن يحدث المرض هو تخفيف الوزن، عدم الوقوف ساعات طويلة في مكان واحد، الابتعاد عن الصدمات خاصة حوادث السيارات وحوادث الدراجات النارية أو الهوائية العادية، عدم حمل الوزن الزائد قدر الإمكان، الحفاظ على الرشاقة، فيتأخر عملية تخريب الغضروف إلى بعد 65 أو 70. فهنالك حالات طبيعية فيزيولوجية كالشعر والأسنان لابد من أن يتغير لونا، يقوم بسقوط الأسنان، فلذلك يتغير. حدوث تغيرات في المحفظة يحدث، ولكن ليس بتلك التغيرات التي تحدث قبل 50 أو قبل 60 نتيجة التعب والشغل والوقوف المديد أو الصدمات الذي يأكلها الإنسان. نوعية الغذاء أحيانا لها دور دكتور؟ لا له أي دور أبدا، فقط فيتامينات معينة مثلا؟ لا بالعكس، الفيتامينات يزود الوزن فيزود الضغط على المادة الغضروفية، يكون الإنسان نحيفا، يكون أحسن في كل الأحوال. أيضا سلام، أيضا ما بعرف الرقم خارج البلد وعم يسلم على الدكتور عاصم. أيضا المتابعين من ديار أرزاق الكل عم يسلموا على الدكتور. شكرا لمتابعتكم مستمعينا. بهيك ختمنا حلقتنا لليوم مع الدكتور عاصم الخلف، أخصائي بأمراض المفاصل والعظام والروماتيزم. كان موضوع حلقتنا اليوم هو عن الفصال العظمي أو ما يسمى بالتهاب المفصل التنكسي. بنتمنى كنتوا استفدتوا بهالحلقة هاي. موعدنا الثلاثة الجاي بضيف آخر. ضلوا بخير وسلامة. شكرا لكم. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو، طريق الحسكة.